ازيك عزيزي طالب البكالوريا او الثانويه اللي اكيد مخضوض دلوقتي ومش فاهم ايه اللي هو داخل عليه، حاسس ان هو داخل على خطوه اكبر منه اصلا. مره واحده لقى الناس كلها بتقول له انت ثانويه عامه السنه اللي هتحدد مستقبلك، او بكالوريا اللي لقى الناس كلها بدات تقول له كده. وخليني صريح معاك، هم للاسف معاهم حق سنه ان هي فعلا السنه اللي هتحدد مستقبلك، بس مش بسبب درجاتك. يعني خليني اقول لك، هي هتحدده بسبب مجهودك اللي هيتعمل طول السنه. يعني انت وانت داخل بكالوريا او ثانويه غير انت وانت خارج، مش بالدرجه، بشخصيتك اللي بتتغير. اعرف ناس كتيره والله ما بالدرجه، الناس اللي يعني مش هنقول ان هم ما جابوش مجموع قوي ودلوقتي واصلين لحته كويسه، لان هي عمرها ما كانت بالدرجه. تاني حاجه، انت غالبا ممكن تبقى بتسال انا مين او بتكلم عن ثانويتك اللي انت داخلها دي ليه. فانا مروان، كنت مكانك حرفيا من 5 سنين. عمري ما توقعت ان انا ابقى انا اللي بتكلم قدام الكاميرا او انا اللي بتكلم قدام البورد او كل الكلام ده. 5 سنين كنت قاعد مكانك بتفرج على الحصه، حد تاني اللي كان بيشرح لي بس، وطلعت رابع على الجمهوريه. وبعد ما طلعت الرابع الدنيا جابتني ووصلت لحد هنا. فاللي عايز اقوله لك ان الدنيا كده كده هتوديك مكانك، انت هتعرف مكانك. وعايز اقول لك حاجه كمان، مش معنى ان انت داخل متوتر او مش عارف انك هتعمل ايه ان دي حاجه غلط. انا ما كنتش داخل انا عارف انا هعمل ايه، انا ما كنتش عارف اي حاجه. انت فاكر ان اوائل الجمهوريه بيبقوا داخلين مخططين السنه، عارفين كل سنتي هيمشوا فين، عارفين كل حاجه هيعملوا ايه؟ خالص خالص يا عزيزي. انا كل اللي انا كنت عارفه انا عايز ايه. انا عايز اذاكر. انا عايز اعمل حاجه، انا عايز اخلي اهلي اللي بره فخورين بيا. انا عايز اعمل حاجه، ما اعرفش ايه الحاجه. ودخلت وقعدت اخبط، بدات متاخر نسبيا بالنسبه زي ما كل الناس بتقول، بدات في نص 9. ما كنتش عارف ان انا ممكن اوصل لحاجه في الاخر. فده اللي عايز اقوله لك، ما لهاش كتالوج، ما لهاش حاجه معينه. ما تقدرش تقول ان خطوه معينه هي الصح. ما تقدرش تقول ان انت عارف انت هتعمل ايه. بالعكس، انت داخل انت اوفر ويلمد، انت مش فاهم انت المفروض تعمل ايه، مش فاهم طريقك، مش فاهم ايه اللي هيحصل، مش فاهم اي حاجه. ممكن اصلا ما يبقاش عندك هدف. انا ما كانش عندي هدف ومش عايز اخش كليه معينه، انا كنت عايز اعمل جاست ان انا بذاكر يعني عايز افرح الناس اللي بره دي. وانا ما اعرفش انا بعمل كده ليه. ناس كتير هتحبطك، ناس كتير هتقول لك مش هتجيب مجموع، احنا جربنا قبلك، احنا حاولنا قبلك. نفس اللي حصل معايا، قصتك غير قصتهم. يعني ناس كتير هتحاول تحبطك، بس انت في الاول وفي الاخر دي قصتك انت يا باشا. اعمل اللي تعرف تعمله، اعمل اللي هم ما عرفوش يعملوه. حد يقول لك حاجه؟ انا لو كنت صدقت الناس اللي قبلي ما كنتش وصلت هنا. وحتى لو طلعت في الاخر ما عرفتش تجيب حاجه، انت هتبقى اتغيرت. انت بتعمل ده لنفسك عشان تبقى احسن وعشان تبقى اقوى. هي دي الفكره كلها. بس فاللي عايز اقوله لك، شخصيتك هتتغير، انت ذات نفسك هتتغير. مفيش حد زي ما دخل ثانويه زي ما خرج منها، دي حاجه مؤكده. لازم تبقى انضج، ما تبقاش يعني. انا كنت ببقى متعود انه خلاص انا جيمنج ما اعرفش ايه كل الكلام ده. مره واحده لقيت نفسي في حاجات يعتبر نسبيا اكبر مني، دي حقيقه. بس انت لازم تكبر لها، لازم تتعود، لازم يبقى عندك مسؤوليه. هل معنى ان انت مش بتعمل جيمنج والكوره اللي انت بتحبها؟ انا مصاب من الكوره دلوقتي، فاهم؟ انا لسه بعمل كل الحاجات اللي انا بحبها، بس الفكره اتعلمت مسؤوليه. يعني ايه اتعلمت مسؤوليه؟ انا في وقت معين للحاجات دي. هل معنى ان انا مش عايش حياتي في ثانويه عامه؟ لو حد قال لك كده يبقى غلط. انت لازم تعيش حياتك، دي اهم حاجه اصلا تعملها. بس ده اللي كنت عايز ابدا بيه، يعني عشان تتاكد ان الناس كلها شبهك، الناس كلها زيك، الناس كلها خايفه، الناس كلها مش عارفه ايه الصح اللي هي تعمله. ولو تسالني ايه الصح اللي انت تعمله، ان انت تعمل كل حاجه تقدر تعملها، هو ده الصح. بس هل الصح انك تجيب نتيجه في الاخر مجموع كل الكلام ده؟ ابدا. الصح انك تبدا تشتغل على نفسك وتطور نفسك باستمرار، وده اللي انت هتلاقيه بعد كده. هل معنى ان انت دخلت هندسه، خلينا بقى نتطرق للموضوع ده، هل معنى ان انت دخلت هندسه ان انت بقيت شخص ناجح؟ اركب اوبر. كم مره هتلاقي ان انت راكب مع حد يقول لك انا كنت في الكليه دي، ده بقى مين اللي هو ده رايح هندسه القاهره، الراجل اللي في اوبر اللي موديني هندسه، السلام عليكم، فاهم؟ حرفيا حرفيا يعني ما لهاش علاقه بالنجاح. اللي هينجح هو مين؟ اللي هيكمل، اللي هيفضل يشتغل على نفسه. فده اللي كنت عايز ابدا لك بيه. عارف انك متوتر، عارف انك خايف، عارف انك كل الكلام ده، بس خلي عندك ثقه في ربنا، خليك متاكد انك تقدر تعمل حاجه زي ما انا عملت. انت تقدر تعمل، كله يقدر يعمل، بس افضل كمل. دي اهم حاجه، ما تعملش في ثانويه بس. يعني ده اللي انا عايز اقوله لك. عارف ان انت دلوقتي نفسك اصلا تعمل في ثانويه. يعني يا رب نعمل في ثانويه ونبقى نشوف بعدين. صدقني هتعمل ان شاء الله. حاول بس ودوس على نفسك والموضوع هيمشي. اتعلم المسؤوليه، اهم حاجه. فيلا خلينا نبدا يا عزيزي. وماده بجد صدقني هي تبان انها صعبه وتبان انها وحشه، وانا عارف انك خلاص في دماغك من كتر الناس اللي قالتوا عليها ان هي ماده صعبه جدا في ثانويه عامه. بس في الحقيقه هي ماده ممتعه. ليه هي ممتعه؟ يا جماعه انا بجد انا هقول لك على حاجه، بس انا عندي هندسه بتاخد من علم علوم. انا شرحت لهم فيزياء، يعني حاسس ان انا بفخم في نفسي قوي. بس ماشي، مش مغرور والله. بس شرحت لهم المواد دي. الماده ممتعه، لما تتعلمها هتعرف انها ممتعه، تفهم كل حاجه جت منين. ماده الفيزيكس عمرها ما كانت ماده بصمجه، ماده فهم، تستمتع، تحبها. انا عايزك تحب الفيزيكس معايا، حبها، قول لي ان انت بتحبها. معلش ماشي. المهم صدقني هتستمتع، ركز معايا بس.
عندنا introduction to physics. عايزين نسال سؤال اصلا في الاول، ايه هي الفيزيكس؟ يعني انت ممكن تبقى سمعت من الناس اللي حواليك ما هي الفيزيكس او احنا بنتكلم عن ايه في الفيزيكس. ممكن تلاقي ناس قالت لك ان الفيزيكس في ثانويه عامه هي كهرباء، وخليني اكون معاك صريح، هي كهرباء. بكالوريا لسه بنشوف هتبقى ايه، بس غالبا هتبقى ميكانيكا وكهرباء. او ممكن تبقى اخدت في ثالثه اعدادي اللايت والكهرباء والحاجات دي في ثالثه اعدادي، فعرفت ان هي كهرباء. الميكانيكا اخدتها في ثانيه، فعرفت ان الفيزيكس يعني ميكانيكا. وعرفت ان هي اتومز برضو، شغل بقى الفيزياء بتاعت الاتومز وازاي الاتومز بتتحرك وكل الكلام ده. هي فيزياء مين في دول يعني؟ مين في كل دول الفيزياء؟ يعني تحس ان هم ثلاث حاجات اصلا ما يقربوش لبعض بحاجه. وفي الحقيقه ان الفيزياء ولا ده ولا ده ولا ده، هي كابوسك بتاع ثانويه عامه. لا بهزر. بس الفيزيكس هي حاجه اشمل من كده بكتير. هي الطبيعه، انك تدرس اي حاجه حرفيا موجوده عندك في الطبيعه، اي حاجه ممكن تبقى فيزيكس. يعني تعال اقول لك الفيزيكس هي عباره عن ايه. الفيزيكس هي عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه اوبزرفيشن، انا لاحظت حاجه يا باشا، انا ماشي في الشارع لاحظت ان العصفوره بتطير، دي ملاحظه. لاحظت ان العربيه بتمشي، ملاحظه. خد بالك انت كده بدات تبقى فيزيائي، يعني انت شكلك ايه، بس مش هتوصل لدرجه المهندس ايه. بس دي ملاحظه. اخدت بالي ان الرجل بتمشي، ملاحظه. كل دي ملاحظات. ايه اللي بقى يعني فكك بقى من الديفينيشنز والحاجات دي، ان التفاحه وقعت دي ملاحظه، كل ده ملاحظه. بس ايه اللي بيفرق بقى انك تبقى مهندس او فيزيائي؟ يعني انا على العموم بتوع علم معلومه هيتعبوا معايا قوي، لان انا كل دقيقتين اقول له انا مهندس مغرور يا جماعه. بس ايه اللي يفرق انك تبقى فيزيائي عن اي حد. اي حد هيشوف التفاحه بتقع، ده نيوتن شاف التفاحه بتقع، لو مش واخد بالك ان ده نيوتن، ده نيوتن بعد اذنك، ده نيوتن. فاي حد شاف التفاحه بتقع عمل ايه؟ يا لهوي، خير ربنا خير ربنا، ناكل بقى ايه ونتدلع. ويا سلام لو معانا تفاحه مقطومه بس من الثانيه، يعني خلاص فاهم؟ ده اي واحد هيشوف. انما نيوتن عمل ايه؟ دخل على المرحله الثانيه. ده اللي بيفرق بقى. كل الناس بتلاحظ بس مش كل الناس بتخش على المرحله الثانيه. عشان كده ناس قليله قوي، نيوتن اينشتاين هم اللي بيتذكروا. ليه؟ لان هم دخلوا على المرحله الثانيه. ايه المرحله الثانيه؟ الاكسبيرمنتيشن. يعني ايه اكسبيرمنتيشن؟ تجرب يا باشا. يا باشا احنا عايزين نجرب. التفاحه وقعت، الله، طب ليه ما وقعتش لفوق؟ يعني ليه التفاحه تقع لتحت؟ ما ممكن تقع لفوق يعني. الله، هتقول لي ايه يا عم، ده منطقي ان التفاحه بتقع لتحت. الله، هي تقع لفوق ليه؟ طب وهي وقعت لتحت ليه؟ هي دي الحته الثانيه، الاكسبيرمنتيشن. مش باخد الحاجات المسلمه ان هي مسلمه. يعني انا وعيت على الدنيا لقيت المشترك بيشتغل، يبقى المشترك بيشتغل. اشتغل ليه طيب؟ ليه بيمشي كهرباء مش بيمشي اي حاجه؟ هي دي بقى، هي دي الفكره. اللي هو ليه الحاجه دي بتتعمل كده اصلا؟ ليه الشمس بتشرق مش هنلحق دلوقتي؟ هي الفيزياء يعني. يعني يا رب نطلع فاهم. لا ما صلي فروضك، صلي صلواتك، اعمل كل، انا ماليش دعوه. المهم هي دي علم الفيزياء فعلا، ان انت تقعد تسال نفسك ليه الحاجه دي كده. يعني استنى بقى، انا هبقى فيزيائي دلوقتي. انا اخدت بالي ان الفيشه وانا بحطها في المشترك بتشرز، بتطلع شرار. فانا كده اوبزرفيشن. لا انا هخش المرحله الثانيه، انا هبقى جنب نيوتن واينشتاين والناس دي. انا هقعد، انا خايف اجيب المشترك ده اقعد، بس تخيل ان انا معايا مشترك، انا هقعد اجرب بقى واشوف الشراره بتطلع امتى. هتتكهرب. هنا تطلع بثالث حاجه. ايه هي ثالث حاجه يا باشا؟ النتيجه او الاناليسيس. انا هقول النتيجه. انا لما لعبت في الشراره اتكهربت، يبقى الكهرباء بتكهرب. هي دي النتيجه والله، ولا اكتر ولا اقل. هو ده علم الفيزياء. علم الفيزياء كله قايم على كده، ان نيوتن شاف التفاحه بتقع، قال لك هي ليه بتقع لتحت ما بتقعش لفوق؟ خلينا نجرب. انا اكتشفت الجاذبيه. بس عارف الفرق بين الاكتشاف والاختراع؟ مش هقول لك. لا بس ايه الفرق؟ الاكتشاف، انا اكتشفت الجاذبيه، حاجه موجوده اصلا. الكهرباء اكتشفتها. الاختراع، الحاجه اللي انا اكتشفتها دي بستخدمها ان انا اعمل حاجه جديده، ان انا عملت مروحه. هو ده الاختراع. فهي الفكره دي بتاعت الفيزيكس. احنا مش هناخد الحاجه انها مسلمه، لا احنا هنكتشف. طب ما استغل علم الجاذبيه ده بقى، فاهم؟ هي دي الفيزيكس. فصدقني الفيزيكس تبقى ممتعه لو اتعلمتها بالطريقه دي. اتعلمت ان انت بتجرب كل حاجه. كل حاجه جت ازاي؟ العلماء عملوا كده ليه؟ هم هيعملوا كده عشان حاجه، عشان احتياجنا، احتياج البشر. هي دي فكره كلها، هي دي الفكره كلها. بس فتالت حاجه ان انا اعمل اناليسيس، اطلع النتيجه دي. طيب استنى، احنا دلوقتي هنعمل تجربه ان التفاحه لما وقعت لقينا ان هي بتقع، عايزين نطلع النتيجه. ايه هي النتيجه بقى؟ النتيجه ان التفاحه بتقع. طب وقعت قد ايه؟ وقعت مسافه شجره. والله هنقعد كل مره بقى نقول التفاحه وقعت مسافه شجره. طب افرض شجره طويله، وقعت قد ايه؟ قال لك لا، احنا لازم نثبت حاجه للداتا، لازم الداتا كلها تطلع بحاجه ثابته. لو مسافه ثابته. فالانسان، العلماء يقعد يفكر اعمل ايه المسافه؟ يعني ازاي اقيس المسافه؟ انا عايز اقيس المسافه دلوقتي. فكر اللي بنمشي بيها يا عزيزي، ايوه هي رجلك. قال لك ايه؟ انا دلوقتي
عايز اقيس السمارت بورد ده، انا هعمل ايه؟ ادي السمارت بورد من هنا 1 2 3 4 يبقى 4 خطوات. ده اللي حصل. فقالوا ايه؟ قال واحد، يعني انا رحت قلت بقى، انا تخيل ان انا حد جاي تاني، هي السمارت بورد دي طولها قد ايه؟ 4 خطوات؟ طب هجرب. 1 2 3. طب انا هسألك سؤال بذمتك، انت بتمشي كده مع ابوك؟ زي ما انا مش محتاج اقول لك ان لو جبت عيل في ثالثه ابتدائي بيوقف حيطه هيقول ان دي مش طريقه، دي استحاله تبقى طريقه ان احنا نعمل بيها. افرض واحد طويل واحد قصير واحد تخين واحد، هنعمل ايه؟ فدي مش طريقه، دي مش طريقه ان احنا نعمل بيها. فبدانا ان احنا نعمل ايه؟ الاتحاد الدولي للمشي، الاتحاد الدولي للسيستم، الانترناشونال سيستم، الفيفا، قال لك لو مشيت ماشيه بتخم تاخد تسلل، الخطوه دي تسلل. بس هي دي الفكره كلها، ان احنا نعمل ايه؟ اتحاد دولي. يعني ايه اتحاد دولي؟ يونتس هنمشي فيها. ما ينفعش ان انا افضل اقول لك ان احنا هنمشي بالخطوه، اجي اديك انذار يعني لو عملت خطوه طويله هنعمل ايه؟ فلازم نغير الحاجات. فقلنا هنجمع الدول ونعمل اتحاد دولي. انت عشان تخش الاتحاد الدولي ده لازم تبقى بتستخدم اليونتس بتاعتنا، مش اي يونتس، اليونتس اللي احنا هنقولها دلوقتي. فقال لك ماشي، احنا اول حاجه عايزين نقيسها ايه؟ احنا هنتكلم على اهم 3 حاجات بيتقاسوا اللي هنقولهم على طول. اللينس، انا عايز اقيس الطول يا عزيزي، الطول بتاع الترابيزه دي. جت فرنسا قالت لك ايه؟ فرنسا قالت لك والله انا عندي حته حديده في المتحف على ابوه هناخدها هنقول ان هي متر. صدقني المتر جه كده، قال لك ان حته الحديده دي طولها 100. انا طول عمري كان نفسي اعرف ايه المتر ده، قال لك ان حته الحديده دي هي المتر بس. ومن هنا يا عزيزي بدانا نقول ان حته الحديده هي المتر، كله يجيب مساطره ده المتر. بس خلاص حرفيا. فرنسا قالت خلاص. جينا بعدها عايزين نقيس الوزن يا جماعه، هنعمل ايه؟ تفتكر مين اللي طلعت؟ فرنسا. والله مش غالبا غيرها في الاتحاد الدولي، بتاخد الافارقه وبتاخد اليونتس، مش سايبه حاجه لدوله غيرها، هي هتاخد كل حاجه. فلقينا ان هي ايه؟ قالت لك انا عندي حته اريديوم كده شكل وزنها كيلو، يعني هي وعلى العموم دي اريديوم برضه، بس بقول حته حديده فلاح يعني مش محتاج اقول لك. بس فعندي حته اريديوم كده وزنها شكله كيلو هناخدها. فيها فرنسا يعني احنا هنرفع عليكي كده عقوبات في الفيفا، ما هو مش طبيعي انت هتاخدي اليونتس كلها لوحدك. فده كده الماس. الكيلو جه من هنا، قلنا ان هي دي حاجه الكيلو. طبعا مع مرور الزمن الحاجات دي اتطورت اكتر، يعني الطول ما بقاش بيتقاس بحته الحديده دي خلاص، بقينا بنقيسها بايه؟ بالضوء. قال لك ان المتر هو المسافه اللي بيمشيها الضوء في 1 على 300,000. يعني فمش هنشرح رقم اهمش من ان احنا يعني رقم قليل اكتر من ان احنا نذكره، فاهم؟ بس هي بقت بالضوء. حبيت اقول لك الوزن بقى بنفس الموضوع، يعني حاجه مش بالضوء اكيد، بس كانت ايه يا ربي والله نسيتها، بس هي كانت حاجه ثانيه كده يعني ليها علاقه بالاتومز وما اعرفش ايه، وزن ما اعرفش قد ايه اتوم، حاجه كده. ماشي. عندنا بعدها ايه؟ التايم. التايم قال لك هنقيسه ازاي؟ فرنسا قالت لك لا مش فرنسا دي، بهزر ده اف ايه بس. قالت لك ايه؟ انا عندي اليمنت اسمه السيديون، تحسه فرنساوي برضه يعني الالكترون لما بتلف شكلها بتقعد ثانيه يعني. فخلاص يعني المفروض نرفع عليها عقوبات على الافارقه وعلى كل حاجه، بس المهم ان احنا بقينا ماشيين بيها ان السيزيوم الالكترونز اللي بتلف حوالي في ثانيه. الكلام ده كله انا بقوله لك ليه؟ مش عشان حاجه، انا عايزك تعرف احنا ليه طلعنا الحاجات دي، ليه طلعنا يونتس ستاندرد، ليه طلعنا كل الكلام ده. هل هتحتاج تبقى عارف اصلا الحاجات دي جايه منين؟ لا، انت كل اللي هتبقى عايز تعرفه ايه؟ ان اللينس، والله بكتب منين اهو، ان اللينس، افتح لي الكتابه ماشي، مش مهم، ان اللينس هيتقاس. والله استنى انا خدتها عندي اهو، هرجع تاني بقى. ايوه، ان اللينس بيتقاس بايه؟ بالمتر. الماس بالكيلو جرام. والتايم بالسكند. دي يا باشا الحاجات اللي احنا عايزين نخشها عشان تخش الانترناشونال سيستم، عشان تخش الفيفا، عشان ما يطبقش عليك عقوبات. لازم تشتغل بالموضوع ده. مش هتعرف تطلع اي لوحه اي حاجه من غير ما تبقى ماشي ستاندرد. هتقول لي ايه؟ طب انا هعمل كده ازاي؟ انا واحد ما اعرفش الكونفير، انا ما عدتش، بص ما عدتش ولا على اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، ما عدتش على اي حاجه. انا محتاج عشان احل الامتحان اني احول، انا ما بعرفش احول. اقول لك بس كده سهله وبسيطه. هي دي بقى الفكره كلها، ان احنا محتاجين نعرف ايه الكونفرجنس. يعني ايه كونفرجنس يا عزيزي؟ كونفرجنس هي انك تغير. انت هيبقى عندك يونت مش شرط يعني مسطره، هل المسطره بتتقاس بالمتر؟ مسطره بتقيس سنتي، ليه؟ لانها حاجه صغيره. قال لك لا، لازم عشان تطلع الحاجات الدوليه تبقى قايسها بالمتر، فانا هضطر احول السنتي لمتر. هي دي التحويلات. هتقول لي ايه؟ يعني انا عشان احول لازم احفظ كل ده؟ اقول لك متسرع. انا لو قلت لك تحفظ كل ده وتجيبها ورقه وقلم وتقعد تكتبهم هتحفظهم اسبوع. مش هتكمل، مش طبيعي اصلا. بص ديكا وديسي وهيكتو وسنتي، عموما اول اتنين دول ما بنستخدمهمش هنا، لان مش طبيعي ان انا اجي اقول لك بدل ما انا عندي 10 متر اقول لك عندي 10 ديكا.
عمرك ما هتسمع الديكه دي. بس مش هتحفظهم، انت هتقعد تكتبهم. يبقى قابلني لو حفظتهم هتعمل ايه يعني؟ طب ايه؟ هسقط تحويلات؟ لا يا باشا، الموضوع كله بسيط. الورقه دي تاخدها معاك يا باشا، يا تطبعها يا تيجي تجيبها من الملزمه عندي، انا كده كده هعملها لك معاك. هتقوم قايل ايه وانت بتحل؟ هتحطها جنب شهر 2 3 هتحفظهم غصب عنك. ما خلاص، انا بقالي 3 شهور بستخدم نفس الورقه، ده انا حفظتها باماكنها باسامي الحكم بكل حاجه. ليه؟ دماغك اشتغل على الماسل ميموري. دماغك بتفتكر الحاجات اللي بتتعرض لها كتير. انا هعرضها لها كل يوم، هقعد احل والورقه دي جنبي، خلاص مش هحتاج اكتر من كده يا بيه. انما كل يقعد يقول لك احفظها واعملها، وما احفظها ازاي؟ معلش احفظها ازاي؟ دي كا دي سي هيكتو احفظها ازاي؟ والله ولا تعرف تعملها اغنيه حتى، يعني هنعمل ايه؟ فاهم؟ فخلي الورقه جنبك هتتعود. واصلا احنا في حاجات بنستخدمها على طول، يعني هتلاقي ان انت بتستخدم الكيلو، ما اعتقدش ان احنا بنستخدم الميجا، قليل قوي لما بنستخدمها. الملي، المايكرو، النانو، دول اكتر حاجه بنستخدمها. البيكو والفيمتو هيظهروا في الاخر بس مش هيظهروا كتير، هم ملي، مايكرو، نانو. المهم خلي الورقه جنبك، هتلاقي ان انت مع الوقت حفظت الحاجات دي كلها غصب عنك. ليه؟ تستخدمه. طالما دماغك مش هينسى الحاجه اللي هو بيستخدمها، فطالما بتستخدمه خلاص يا بيه، انت هتحتاج ايه؟ انا محتاج ابطل اتكلم فلاحي والله. على العموم انا مهندس. ماشي يلا بينا. انا بجد بجد بتوع علم معلومه يعانوا معايا، لان انا مهندس وانتوا عمركم ما تعرفوا تبقوا مهندسين. بس المهم تعالى نكمل. انا مجنون اقسم بالله، انا ما ينفعش اعمل حصص. عايزين نعمل ايه؟ انت ازاي سايبني اكمل كده؟ كان المفروض تسالني سؤال مهم جدا. طب انت دلوقتي قلت لي احول ازاي؟ يا لهوي على البوينتر. انت دلوقتي ماشي، انا بقول لك ايه، هنسيبها على الصفحه. ايه ده؟ انا ايه اللي طلعني بره؟ المهم انت دلوقتي قلت لي ايه؟ هنحول انت قلت لي التحويلات. انا هحول ازاي ما انا ما بعرفش احول؟ تعالى يا بيه، الموضوع ابسط بكتير مما تتخيل. عارف ان انت متعقد منه من قبل كده، وتحط السنتي فوق المتر وتضرب وما اعرفش ايه. الموضوع مش محتاج كل ده يا باشا. تعال نقول ان احنا عندنا كيلو، عايز احوله لمتر، مش موجود الكيلو. هتعمل ايه؟ والله يا باشا هيبقى جنبك الورقه بتاعت التحويلات، هتقول لك ان الكيلو ب 10 باور 3، الميجا ب 10 باور 6، السنتي ب 10 باور نيجاتيف 2، معلش هي سنتي مش سنتي متر، الملي ب 10 باور نيجاتيف 3. يا لهوي. المايكرو، بص المايكرو حلوه ازاي، ب 10 باور نيجاتيف 6. بس يا بيه الموضوع بكل هذه البساطه. انا دلوقتي عندي كيلو عايز اشيلها. طب كيلو كام؟ 10 باور 3. خلاص 10 باور 3. يعني اقول لك ايه؟ مش محتاج يعني اشرح ايه؟ قول لي اشرح ايه؟ والله لو في حاجه تتشرح قول لي. اهو. طب معاك اهو 1000 كيلو، عايز احولهم لمتر. هكتب ال 1000 زي ما هي، ودي كيلو. كيلو كام؟ 10 باور 3 متر. 1000 ملي متر. 1000 الملي ما خدتش اهي، ما تقولش ما خدتش حاجه اهي. 10 باور نيجاتيف 3 هتلاقيها في الورقه. فيا باشا انت هتستخدم الورقه دي كام يوم، هتلاقي ان انت اتعودت. المشكله اللي بتلخبط ساعات في ايه؟ في العكس. يعني يقول لك انا معايا 100 متر، عايز اخليهم كيلو متر. انا متعود ان انا من الكيلو بروح بس المره دي هو جايبني من الكيلو، من متر اروح للكيلو. انا ما خدتها. في ايه؟ في هتقعد تبكي على ما خدتهاش ايه يعني؟ مش احنا قلنا لما بيبقى في كيلو بتحط 10 باور 3؟ طب انت دلوقتي ما فيش كيلو وعايز تحطها. قال لك الكيلو اتنكت الصراحه. قال لك انت عايز تحطني؟ قلت له يعني انت مش موجوده وانا عايز احطك. والله المساله اللي طالبه كده، يعني انا مش طالب قله ادب والله. يعني انا يعني مساله اعمل ايه؟ فقالت لي هتدفع ضريبه. قلت لها ضريبه ايه؟ قالت لي انت طالما عايز تاخد يعني ماشي. قالت لي انت طالما عايز تجيبني المساله هتعمل ايه؟ تاخدني بس عكس الساين، اعملها نيجاتيف. مش هي مش موجوده وعايز احطها؟ اضرب في 10 باور نيجاتيف 3. ليه 10 باور نيجاتيف 3؟ عشان هي كانت اصلها 10 باور 3 فكانتش موجوده وعايز احطها، فلازم احطها بالنيجاتيف بس، ولا اكتر ولا اقل. هي دي الفكره كلها. تعال نجرب واحده ثانيه. بقول لك ايه، نعملها مركبه. معايا 1000 ملي متر، عايز اخليهم كيلو.
والله انا معايا ملي. مش هعمل ايه؟ معايا ملي عايز احولها كيلو. والله الملي بكام؟ 10 طب استنى، انت كده جبت المتر، عايز اخلي المتر كيلو، انا هعمل ايه؟ والله عايز تجيب الكيلو، هو مش موجود صح؟ هو مش موجود، يبقى تحطه بعكس الساين. عارف لو كان موجود شيله حطه بنفس الساين بس، وتكتب الرقم زي ما هو. بس هي دي فكره الكونفرجنز كلها، دي كل الكونفرجنز اللي انت هتستخدمها، مش محتاج اي حاجه. طب اقول لك على حاجه، ساعات هتبقى اليونت تحت، يعني هتبقى مثلا لما بتحسب التايم بتبقى 1000 كيلو متر في الساعه، اهو اليونت تحت. عايز تحولها لمتر بير سكند، ده هتعمل ايه؟ عايز احول الكيلو لمتر. الكيلو كام؟ 10 باور 3 بس خلاص. 1000 تايمز 10 باور 3. الاور يعني ساعه، الساعه فيها 60 دقيقه والدقيقه فيها 60 ثانيه بس، تحولها تحت. يعني الحاجه اللي فوق سيبها فوق والحاجه اللي تحت سيبها تحت، يعني احنا بنعمل حاجه، فاهم؟ كده كده هتتعود عليها مع الوقت، يعني ما اعتقدش ان انت شايفها صعبه، يعني انا هفضل احط لك فيديو خبي لامي كل شويه بس اتمنى ان الموضوع يكون بسيط، يعني حرفيا الكونفرجنز دي اكتر حاجه تتعود عليها وهتبقى اسهل حاجه في حياتك، يعني ما تخافش منها. تمام؟ عايزين نشوف بعدها ايه؟ نرجع تاني للحصه. كده خلصنا الكونفرجن. امسح لي يا ابني الحاجات دي. ظهر عندنا الحاجه اللي بعدها. انا دلوقتي جبت داتا، طلعت داتا، عايز اعرض الداتا دي. يعني انا طلعت ان احنا ما بقيتش بستخدم الشجره بقى، خلاص انا بقى معايا المتر، مش هقول لك ان هي بتقع شجره، لا اقول لك ان هي بتقع بسرعه 10 متر في الثانيه. طب ما انا كده قلت داتا، قلت معلومه، اقولها ازاي؟ ممكن تقولها نيوميريكال زي ما قلنا كده. يعني ايه نيوميريكال؟ 10 متر في الثانيه، الفولتج ب 3 فولت، الاي ب 1 امبير، الفي ايكوال اي ار. كل دي معلومات نيوميريكال، يعني بديك رقم، بديك ايكويشن، بديك معادله، معلومه صريحه، يعني فاهم؟ مش بلعب ولا لوك معاك، هي معلومه صريحه حرفيا، هي زي ما هي كده. تمام؟ او ممكن اديك معلومه تابيولر. يعني ايه تابيولر؟ يعني يا رب اطلع كاتبها صح، يعني اتمنى تيبل، مش الفولتج ب3 والاي ب1، اجي اقول لك والله هنا الفي، هنا الاي، الفي لما كانت ب3 الاي ب1، الفي ب6 الاي ب2، هكذا. اديك المعلومه في شكل تيبل، والله لما بتبقى كذا بتبقى كذا، ولما تبقى كذا بتبقى كذا. هي دي المعلومه. على العموم انا لما بلف كتير عشان اوريك التدريج، يعني هو ده الاساس هو ده الهدف بس بعدها عندنا المعلومه اللي بعدها ان هي تبقى على شكل ايه؟ الحاجه اللي ما بتحبهاش، الجراف او اللي طالع لك في البخت. الحمد لله وصلنا للصفحه البيضاء. المهم فكره الجراف كلها ايه؟ يعني كارتيزيان، تخيل ان هو عنده ورقه بيضاء، قال لك ايه؟ انا عايز اجيب نقطه محدده على الورقه دي، مكان محدد، يعني بالظبط، ما هجيش اقول لك فوق يمين ولا تحت. انا عارف ممكن اقول لك فوق يمين، لا انا عايز النقطه، انا عايز ادق المسمار في النقطه. تخيل هو عشان يدق مسمار مثلا في حيطه عمل فيك كل ده طبعا ده اف ايه برضه، يعني كان ممكن اروح ادق له مسمار انا ساعتها، بس المهم هو عايز يدق مسمار في نقطه معينه. قال لك طب ما احنا عشان ادق المسمار مثلا 3 متر يمين و4 متر شمال فوق، طب ما اسمي النقطه دي 3 و4. وقال لك يبقى سمي ده الاكس اكسس وسمي ده الواي اكسس بس. ومن هنا جت الفكره انه عندك حاجه بتمشيها على اليمين وحاجه بتمشيها لفوق بس، هي دي الفكره كلها، هتمشي يمين وتمشي فوق. قال لك امشي يمين خطوتين فوق 4 خطوات بس، هي دي فكره الجراف كلها. العلماء اللي بعده بقى عملوا ايه؟ قال لك ايه؟ ده هاوي. قال لك احنا هنحط اكتر من نقطه بقى، نيجي نحط نقطه هنا وهنا 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 ونوصلهم ببعض بقى، نلعب، فاهم؟ نقعد نلعب بالاشكال وما اعرفش ايه، وهو ده اللي عقدك. بس الفكره بسيطه زي ما قلت لك، ان انت عندك حاجه على الاكس اكسس وحاجه على الواي اكسس. يعني ايه حاجه على الاكس اكسس؟ اي حاجه، يعني اهو تعالى اقول لك مروان يا عم، اي حاجه اكس واي زد ال ان ام، خالك مروان، اختار، فاهم؟ براحتك وهنا هنحط مين يا عزيزي اللي هنحطه هنا؟ الفلوس. زي ما انت عارف الفلوس بتزود قيمه النفوس فكل ما الفلوس تزيد كل ما مروان يزيد، فكل ما تمشي يمين كل ما تطلع فوق. هي دي فكره الجراف كله.
ان انت ايه لما بتمشي يمين الحاجه بتزيد، فلو مروان على اليمين انا مشيت يمين كده مروان زاد، مش هرجع تاني هناك عشان ما يقلش يعني هتفضل قيمتي عاليه انا مهندس. المهم لا يعني هرجع تاني اهو. المهم ان مروان والفلوس اهو دي قيمه، كل ما ده زاد كل ما ده زاد، بس هي دي الفكره. طب لو قلت لك ان هي بالمنظر ده اهو، تعال انت افهمها. والله مروان هنا والفلوس هنا اهي، انا كل ما مشيت يمين مش هنا دي الفلوس، عمال امشي يمين امشي يمين، مروان عمال يزيد. مهم لما مروان زاد الفلوس ما اتغيرتش، الفلوس ثابته. مش يعني طب مروان زاد الفلوس ما زادتش ليه؟ عشان هي دي العلاقه يا عزيزي، ان الفلوس عمرها ما تتغير في النفوس يا باشا. مهما الفلوس اخدت فلوس هاخد الفلوس بس مش هتغير باذن الله، قسما بالله هدوس عليكم واحد واحد. الفلوس تيجي بس هتغير في النفوس. المهم ادي مروان وادي الفلوس، الفلوس ما اتغيرتش في مروان. هي دي الفكره، هو ده المغزى كله من الموضوع، ان انت تقدر تقرا ريليشن ايه ثابته، مروان عمال يزيد والفلوس ثابته. هنا مروان عمال يزيد والفلوس عماله تزيد. دي النفوس الوحشه او اللي انا هبقى منها. ودي النفوس اللي مش هبقى منها. لا لا بهزر يا عزيزي، انا شخصيه وسخه مش شخصيه. لا لا بهزر والله شخصيه كويسه، انا ما اعرفش ليه بحب اقول عن نفسي كده. المهم انا بقى شرحت لك كل ده عشان تفهم يعني ايه جراف، ايه المعلومات اللي ممكن اخدها من على الجراف، وده اللي يهمني. اي جراف تشوفه ثانويه او بكالوريا دي المعلومات اللي تقدر تاخدها منه. ثانويه جامعه لعب ما اعرفش ايه، انا مش هقدر اخد من الجراف معلومات اكتر من كده، هي دي المعلومات اللي انا اقدر اجيبها. فتعالى نكتب ايه المعلومات اللي اقدر اجيبها من الجراف. اول معلومه معلومه منطقيه جدا، نيوميريكال. والله انا عندي جراف بالمنظر ده اهو، ده جراف يا عم اي شكل يعني مش مهم. المعلومه اللي انا هقدر اجيبها ايه من نيوميريكال؟ همشي 4 يمين و 3 فوق، يبقى اللي على الاكس لو اي وهنا في، يبقى لما الاي ب4 الفي ب3. يا لهوي دي 4 مواقع، امسح امسح ماشي. المهم يبقى لما الاي ب4 الفي ب3. جبت المعلومه اللي انا عايزها، يبقى قابلني لو جات لك بقى. مش هجيبها لك، ما استخدم عليها اضحك عليك. طيب ما استحاله اجيب لك الموضوع ده، ليه مش هجيبها لك؟ لان زي ما انت شفت يعني دي محتاجه كي جي 2، يعني ده كي جي 2 حرفيا. فيعني هجيبها لك لو هو طيب، وبقابلني لو كان طيب، يعني مش هقدر اقول لك اكتر من كده. الثلاث معلومات اللي جايين هو اللي ممكن يجيبهم. اول معلومه ودي احنا لسه متكلمين عليها، الريليشن، وكده كده هنتكلم عليها بالتفصيل في الحصص كلها، انا بس عايز اديك نبذه عنها. يعني ايه ريليشن؟ علاقه، ومش من العلاقات اللي كده، اوعى تفهمني غلط، اوعى تفهمني صح. بس ريليشن علاقه بين اتنين، مش شرط يبقوا بيحبوا بعض، ممكن يبقوا بيحبوا بعض او بيكرهوا بعض. حتى انا دخلتك في تفاصيل مش بتاعتنا، مش تبع الحصه، بس المهم هي علاقه. يعني ايه علاقه؟ ريليشن. مش محتاجه حاجه يعني. المهم علاقه يعني ريليشن. يعني انا عايز اعرف الفي والاي بيحبوا بعض ولا بيكرهوا بعض. ايه يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا هو ده الكلام. دلوقتي لو انت بتحب واحده وما تحبش واحده دلوقتي، انت لسه ما ينفعش تحب واحده يعني، بس لو انت بتحب يعني ماشي. يعني انا حاسس ان انا بديها يعني ذنوب دلوقتي، بس صدقني يعني عارف ان الموضوع بيبقى صعب، بس مش هتطرق للموضوع ده. المهم لو انت بتحب واحده وهي كمان بتحبك، يعني مش انت بتحبها بس، لا هي كمان بتحبك، ايه اللي هيحصل؟ يا لهوي ايه اللي انا بفتحه ده؟ والله لو احنا الاتنين بنحب بعض هنزود بعض. بص ده بيزيد وده بيزيد، العلاقه ايه؟ دايركت، علاقه لفلفه يا قلبي. الاتنين بيحبوا بعض، الاتنين بيزيدوا سوا، الاتنين بيعلوا سوا، دي الفكره. انما لو انتوا بتكرهوا بعض او مش احسن حاجه مع بعض، هتلاقي ان العلاقه ايه؟ بتقللوا بعض يا بيه. انت لما تزيد هي تقل، وهي لما تزيد بص لما طلعت لفوق انت قليت. علاقه اندايركت ممكن تبقى بالمنظر ده او ممكن تبقى بالمنظر ده، هنتكلم على الفرق في الحصص، بس انا عايزك تبقى فاهم ان الاثنين دول اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ انتوا الاثنين بتقللوا بعض، انتوا الاثنين انتوا مش طايقين بعض، هي دي الفكره كلها. دي تاني معلومه ممكن تعرفها من الجراف. الريليشن بسيطه، لو انت ماشي فوق يمين حرفيا،
اي اهو ماشي كده فوق يمين، او شكل الجراف كده، او شكل الجراف كده، او شكل الجراف كده، مش ماشي فوق يمين. بتزودوا بعض يا باشا، انت خلاص ما انت بتزيد وهي بتزيد، انت بتطلع فوق بتمشي يمين. المشكله كلها فين؟ لما بتمشي تحت يمين انت بتزيد هي بتقل، او بتمشي فاهم الناحيه الثانيه. هي دايما بتجيلك في الناحيتين دول، يعني هي دايما بتجيلك في الجرافات كده. اهم حاجه انك تبقى فهمت، يعني انا ده مهم عندي، انا مش عايزك تبقى حافظ، انا عايزك تبقى فاهم. تعبت من العلاقه الحرام. انا اسف. المهم اللي بعدها عندنا ايه اللي بعدها؟ قلنا النيوميريكال ريليشن، السلوب، ودي معلومه مهمه جدا. ممكن الله انا حسيت خطي اتحسن. خط حلو. المهم السلوب، ما هو السلوب؟ السلوب لو هنترجمه ترجمه حرفيه هو ماشي. الله اكبر الله اكبر، عشان لا اله الا الله. الاذان وجاي لك. نرجع مش هقدر انط عشان رجلي. المهم نرجع بقى تاني يا عزيزي ونكمل السلوب. والسلوب لو هنترجمه ترجمه حرفيه ماشي، ما بصيتش للكاميرا. نرجع بقى تاني يا عزيزي ونكمل كلام عن السلوب. والسلوب لو هنترجمه ترجمه حرفيه هو حرفيا الميل. يعني ايه الميل؟ يعني الكيرف اللي عندك مايل قد ايه او عامل قد ايه. هل ده يفرق معايا في حاجه؟ لو انت علم رياضه باخده بقى مع مدرس تاني. انا ما يفرقش معايا هو ايه. انا مش هو ميل، هو بيميل يعني، فاهم؟ احنا فهمنا هو ايه. بس انا امتى يعني ايه المعلومه اللي انا هستخدمها او استخدم اسلوب يعني اجيبه ازاي؟ حاجتين يا بيه. الاسلوب ممكن تجيبه من الانجل اللي هنا دي، شايف؟ لازم تبقى مع الاكس اكسس. الانجل دي اسمها سيتا. ممكن تجيبه من الانجل دي. هتعمل ايه؟ تان سيتا. هنرجع لثالثه اعدادي وسهى كحت في وش تقى والكلام لا ما تخافش، مش هنحتاج كتير، هنحتاج تاني السيتا. يعني انت تبقى عارف مكانها في الكالكوليتور. لو علم رياضه روح اتهم في الماث وتعال. بس احنا هنحتاج ايه؟ تبقى عارف مكان تاني السيتا في الكالكوليتور. هتقولي ايه؟ طب ما ممكن ما يدينيش السيت، هعمل انا ايه ساعتها؟ تعمل بكل بساطه دلتا واي. يا لهوي البتاع الاخضر ده طلع تاني يا عم، انا عايز اكتب. هتعمل بكل بساطه دلتا واي على دلتا اكس. يعني هتجيب y2 minus y1 اوفر x2 minus x1. بس هتجيب اختار اي نقطتين، حرفيا هو ده الاسلوب. اختار اي نقطتين، نقطه هنا ونقطه هنا. اقول لك على تريكات. اسهل نقطه تختارها دايما لو عندك الزيرو. عارف ليه؟ اختارها النقطه الثانيه او النقطه الاولى. مش انت عندك y1 وx1؟ طب ما هي 0 0 شيلها. فدايما اختار دي النقطه الاولى لو عندك الاوبشن، وفي الاغلب يبقى عندك الاوبشن. يعني دي تريكه انا بقولها لك دايما. ايه؟ شوف بقى الرقمين اللي عندك، اي رقمين اقسم الواي على الاكس على طول من غير ما تعمل اي حاجه، طالما عديت على الزيرو. وده في الاغلب اللي هيحصل. تمام؟ هي دي فكره الاسلوب. او تاني الثيتا، يبقى تاني الثيتا بيساوي الاسلوب. وهي دي المعلومه اللي هتحل فيها المسائل بتاعت الجراف. تمام؟ المعلومه دي مهمه جدا، وهقول لك في الاخر امتى تعرف انك هتعمل اسلوب، امتى تعرف انك هتعمل ريليشن، امتى تعرف انك هتعمل نيوميريكال. هقول لك كل حاجه. اخر حاجه خلينا نفضي مكان عشان نعملها. ممكن افتح ورقه جديده؟ بيفتح ورقه جديده؟ ما بيفتحش ورقه جديده، يبقى هضطر امسح. مش عايز امسح. ماشي. اخر حاجه هنضطر نعملها. ماشي همسح وابقى ارجع اكتب تاني. اهم حاجه في انك تبقى مدرس الشخصيه لا يعلى عليها، متمسك بقراراتي، ما بترددش بربع جنيه، مهندس. كداب موت. اخر حاجه ممكن يطلبها منك وهي الارياء. وما هي الارياء؟ الارياء هي المساحه. انا عايز اعرف مساحه الاوضه قد ايه. ما انا عايز اجيب حاجات في الاوضه، هقعد اجيب بقى حاجات وما الاقيش مكان في الاوضه. لازم اعرف مساحتها قد ايه، كل حاجه تاخد قد ايه. فقال لك انت مش عايز تعرف المساحه ومساحه الاوضه دي نقول انها ايه ده؟ ايه ده؟ ماشي مش مهم. هات ديليت. مساحه الاوضه دي اللي هي ايه؟ مربع. يعني احنا عندنا مساحه الاوضه حرفيا مربع. قال لك مش انت عايز اللينس ده اهو مثلا، نقول ان ده ال مساحه، يعني عايز تمسحه كده تمشي بيه. يعني فاهم؟ تخيل ان انت ماشي بيه كده، مش كده انت مسحت الحته دي كلها، يعني مشيت بيه كده علمت على الحته دي كلها. قال لك قال لك طب انا همشي بيه ازاي؟ قال لك مش الحته دي بال وده مربع يبقى دي بال. قال لك طب ما تضرب ال في ال. بس هو ده القانون. بس خلاص. ليه اضرب ال في ال؟ قال لك ال دي الحته اللي هنا واضربها في ال عشان تمسح المسافه دي كلها. بس هو ده قانون المربع.
طب اقول لك على تريكات. عارف ليه المثلث بيبقى فيه نص؟ يعني لو انت عارف قانون المثلث هاف في بيز في هايت. عارف ايه البيز وايه الهايت؟ لو عملنا ده كده مثلث، ده البيز وده الهايت. عارف ليه نص؟ عشان هو نص مربع بيز وهايت اللي هي ال في ال. حرفيا يعني انا مش فاهم ليه احنا كنا بنعقد على نفسنا موضوع الاريا، بس هي الاريا بالبساطه دي يا باشا. خليك بقى فاهم. انت لو فاهم، هو لو جبت لك شكل المستطيل هتقعد تقول لي انا هحفظ بقى قانون جديد ومع ايه يا عم؟ انا عايز ده وامسحه كده، صح؟ ده اللي هو ال وده اللي هو يا عم ال برضه، اسميه اي حاجه، اسميه زي ما تسميه، المهم ان انت تضرب ده بده. بس هو في الحقيقه اسمه ويتس يا عم، سميه مروان. انا عايز اضرب ايه؟ عايز اضرب الطول في العرض، بس هي دي الفكره كلها. انا عايز اضرب حاجه في حاجه عشان اجيب المساحه. بمسح الحته دي يعتبر. ناقص اخر حاجه عندنا هي ايه؟ والسيركل. السيركل مشكله يا لهوي، دي سيركل معفنه قوي. المهم عندنا ده الار. انا عايز الار دي تلف حرفيا حوالين نفسها. هي دي الفكره كلها. ايه ده اللي احنا كنا بنتعب فيه؟ احنا ازاي نجيب حاجه نخليها تلف حوالين نفسنا، لا نفسها، عشان تمسح المساحه دي كلها. فقال لك ممكن تبقى 3.14. ده كان اول عالم اكتشفها. ده كان استاذ، كان لعيب، كان بالنسبه لهم ده علامه. جينا بعد حبه في ثالثه اعدادي تقريبا قلنا لك لا 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 لا، الرقم ده كان غلط. الرقم الصحيح هو، استنى نرجع تاني. الرقم الصحيح هو، يا لهوي انت قلم قذر. ادي اخر اللي الملاح يتعامل مع تكنولوجيا. هو في ايه مشكله؟ اهو رجعنا تاني. ما اعرفش كانت ايه المشكله. المهم ان ماشي. بس فبعد ما قالوا لك ان هي 3.14، المشكله كلها ان هو الرقم ده مش دقيق. جم بعدها عارف قالوا لك ايه؟ لا 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 لا، هي مش 3.14. عارف هي كام؟ هي 22/7. عارف بعدها ان السنه دي هنقول لك هي بكام؟ هي اصلا بباي. وده لان ايه؟ رقم باي ده مش رقم ثابت، ده رقم بيتغير كل سنه. احنا كل سنه بنكتشف ارقام جديده لان احنا مش عارفين نعرف، احنا فعلا مش قادرين نحدد. فكل سنه بنلاقي ارقام جديده ونقعد نزود. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص استخدموا ايه؟ بباي. في مسائل على الكالكوليتور، هتلاقيها على الكالكوليتور، في مسائل يقول لك 3.14 22/7 كل الكلام ده. بس فقال لك ان القانون يبقى ايه؟ باي ار سكوير. وليه ار سكوير؟ عشان بنضرب ار في ار. بس تمام. هي دي الفكره كلها. يبقى دي القوانين بتاعت الاريا اللي هنستخدمها. طب هل انا محتاج اقول لك البريمتر؟ البريمتر يعني ايه؟ اجمع لي الاربعه سايدز دول سوا. بالظبط كده. تبقى يا ربي انا زهقت من القلم ده. طب انا بعمل ايه غلط طيب؟ يا ربي يعني. ماشي. هو ايه اللي وداه هناك؟ يا عم امسح امه. هو انت اللي بتعملي كده يا بنت الشجره. نرجع تاني. لو انا عايز اجيب البريمتر هعمل ايه؟ ال هجمع السايت. عايز اجيب ال بلس دبليو بلس ال بلس دبليو. ما تعقدش الدنيا، هتقعد تقول لي قانون وما اعرفش ايه. او ممكن تقول لك ايه؟ مش دول الاثنين زي بعض؟ 2 ال زائد 2 دبليو. هي نفس الحاجه. المهم ان انت تبقى فاهم. انا دي اهم حاجه بالنسبه لي. اخر حاجه السيركل، هي دي اللي محتاج تحفظها شويه. 2 باي ار. ايه هي 2 باي ار؟ هي السيركمفرنس بتاع السيركل ده. لو هو طلبه منك بيطلبه قليل بس ممكن يطلبه. فهمنا الاريا بتيجي ازاي؟ ممكن نخش على حاجه ثانيه، وكل اللي احنا هنعمله ايه؟ هنزود حاجه صغيره اللي هي الفوليوم. ايه هو الفوليوم؟ الفوليوم قال لك بقى ايه؟ انا مش عايز، يا لهوي على الخط، لا هي قذره. ماشي. المهم انا مش عايز مساحه الاوضه اللي تحت بس، احنا كده جبنا مساحه المربع اللي تحت. عايز اطلع بقى ايه؟ لفوق. فاهم؟ عايز
اخد الدنيا دي كلها، كل دي عايز اعرف مساحتها قد ايه، اقدر احط فيها حاجات قد ايه. حتى تسمع شنطه العربيه بيقول لك كام لتر، يعني ايه كام لتر؟ الفوليوم بتاعها قد ايه، تقدر تشيل حاجات قد ايه، هي دي فكره الفوليوم. فقال لك مش انت، تعالى نرسم كيوب كده. انا طول عمري ما اعرفش ارسمه في المدرسه، بس ان شاء الله يجي. يا لهوي، طب والله فن يعني، هو كيوب معاق شويه يمشي. مهندس الفكره ان ده كيوب، مش احنا جبنا مساحه المربع اللي تحت، اعتبر دي قطه، مش احنا جبنا مساحه المربع اللي تحت ده، جبناه ضربنا الطول في العرض، خلاص جبنا مساحه المربع اللي تحت ده. مش انت عايز تطلع لفوق، ناقصك ايه؟ الهايت اللي هو بقل برضه عشان ده مربع. يبقى انت بتضرب ايه؟ الاريا في الهايت. هو ده القانون اللي انا عايزك تحفظه. انت عشان تجيب فوليوم لاي حاجه، اريا في هايت. ما تحفظوش اهو، اريا في هايت يعني هاي هي اي حاجه هي اهو اريا في هايت، هي دي الفكره كلها. ايه اتش ايه هي، احفظه باي طريقه ما تحفظوش، خليك فاهمه. انا بجيب مساحه الحاجه وبطلع لفوق، ببني لفوق، فاهم؟ هي دي الفكره كلها. عندك بعدها ايه؟ يبقى ده الفوليوم. عندك بعدها لو عندنا كيوبويد، ما هو زيه يعني، هتبقى لينس في ويتس في هايت، اريا في هايت زيه كيوبويد، مش محتاج ارسمه يعني. يا عم انت لازم تعقدني في الرسمه. اها ادي ده كيوبويد. هتعمل ايه؟ الاريا اللي تحت، اللينس في الويت اللي تحت، وتطلع بايه؟ بالهايت. بس كده. يبقى انت بتجيب اللي تحت وتطلع لفوق. ليه؟ مش انت جبت الاريا اللي تحت دي وعايز بقى تمسحها لفوق، فتضرب في ايه عشان تمسحها لفوق؟ في الهايت، عشان تطلع لحد فوق. هي دي الفكره كلها. عندنا بعدها مين؟ هيجي لك كتير. يا لهوي، دي والله دايره موت، دايره موت اقسم بالله، والله فنان. المهم السلندر ده فكرته بسيطه. اريا في هايت مش اول حاجه جديده. كل ما يقول لك بوي يقول له هي هقول لك ايه طيب اريا في هايت. يعني ايه اريا في هايت؟ هنجيب اريا السيركل اللي تحت دي ونضربها بالهايت اللي فوق. بس كده انت جبت فوليوم السلندر. وخد بالك ده اكتر شكل هيجي لك، لان هو ده شكل سلك الكهرباء اللي هيطلع عينك في ثانويه عامه. هو ده السلك اللي مش انت قعدت تقول لي كهرباء وبنشرس في الاول وما اعرفش، شوف السلك هيشرزك يعني هيجيب اخرك السلك. بس المهم دي كده كل حاجات. بص التدريج، انا بلف عشان تشوف التدريج عموما، خد بالك. المهم دي الحاجات كلها كده. ده انا كاتب افات ولا اياد اموي اللي معاه موبايل ورا معلش ما اقدرش اقولهاش. سيب الموبايل عزيزي وما تتفرجش عليا وانت بتاكل، بعدين انا مش دحيح بعد اذنك. بس فالمهم هي دي الفوليوم. عايزين بقى نعمل ايه؟ خلاص احنا كده قلنا كل حاجه. عايزين يا بيه نرجع تاني للحته بتاعتنا اللي احنا جايين اصلا عشانها، الجرافس. قلنا ايه المعلومات؟ راجع معايا المعلومات اللي ممكن تجيبها من الجرافس. اول حاجه، واللي بقى مني لو جات لك عشان اسهل حاجه هتجيلك في اسئله سهله، بس النيوميريكال بس لازم تبقى عارفها. يعني ايه؟ جاموسه يا باشا. انت هخش هجيب الرقم بتاع الاكس، الرقم بتاع الواي، وارزعهم جنب بعض. ابقى قابلني لو جاتلك. تاني حاجه الريليشن، ودي بتيجي كتير جدا، انك تعرف العلاقه بين حاجتين. اهم حاجه ما تبقاش علاقه حرام بس المهم لو بيحبوا بعض زي بعض هيبقوا دايركت، لو ما بيحبوش بعض عكس بعض انفرس. وريتك شكل الدايركت، اي حاجه فوق يمين دايركت، اي حاجه تحت يمين دايركت. يعني كده كده يمين، يعني ربنا يجعلنا من اهل اليمين، فاهم؟ فاحنا كده هنفضل ماشيين يمين. لو فوق انت طالع لفوق هتتبسط، يبقى ايه؟ بتحبوا بعض يا بيه. انما لو لتحت ربنا بقى يكون في عونك، يعني كده ما بتحبكش وسيب العلاقه يعني. ماشي تبا يعني لا ايه اللي انا كنت اقوله ده. المهم يعني هي حرام، بس انا عارف انها بتوجع، بس يعني تمام دي ريليشن حلو. تالت حاجه السلوب. امتى اعرف اني هجيب سلوب؟ عشان دي بتيجي كتير جدا. اول حاجه قسما بالله لو عندك انجل مش هتجيب غير السلوب. انت ما تعرفش تعمل فيه حاجه غير انك تجيب السلوب. اول ما تشوف الشكل ابن الكلب ده في الجراف سلوب. اقول لك ايه طيب؟ ما اعرفش غيره، انا ما درستش غيره. اول ما اشوفه اجيب سلوب اهو. اول ما اشوفه هعمل له تان. الزيته دي عامله زي ايه اللي مسافره الساحل تعمل تان. اول ما تشوفها مش وحش قوي، بس اول ما تشوفها اعمل لها تان. ممكن اول ما تشوف السيتا في الجراف اعمل لها تان حرفيا. او انك عايز تجيب الواي على الاكس،
عايز تجيب الحاجه اللي على الواي تقسمها على الاكس، ودي انا بقولها لك في الحصص. دي التركات، يعني خد بالك التركات اللي انا بقولها لك دي تركات اوائل، ما حدش هيقولها لك. التركات دي اللي انا كنت بحل بيها، صدقني تخليك في حته ثانيه، هتحل بسرعه. هي دي فكرتي. انا عايزك، مش عايزك تحل بس، اي حد بيعرف يحل عايزك تحله بسرعه. هو امتحان ثانويه عامه معلش يعني، هو اللي ما عرفوش يحلوا دول ما كانوش شاطرين؟ لا كانوا شاطرين عادي. بس الفكره ايه؟ انت مش لازم تبقى شاطر بس، شاطر وبتحل بسرعه، متعود على ضغط اللجنه، معاك تركات، معاك حاجات تحل بيها. دي الحاجات اللي انا جاي اديها لك، دي الحاجات اللي فرقت معايا. انا مش جاي اقول لك، انا جاي اقول لك اول ما تشوف انجل في الجراف عامل لامها تان، هي عايزه تعمل تان، هتلاقيها في الامتحان هتفتكرني وانا بقول لك اول ما تشوف السيتا عامله زي اللي رايحه الساحل عايزه تعمل تان، حرفيا اعمل لها تان. افيه وحش وحش اعمل لها تان، ابوس ايدك اعمل لها تان. حلو. اخر حاجه الاريا، والاريا دي هجيبها امتى؟ لما ابقى عايز اضرب الواي في الاكس، وبتبقى واضحه جدا جدا جدا. ليه؟ هيدي لك شكل انت عارفه، هيدي لك شكل مربع، مثلث، ريكتانجل، شكل انت عارفه، فانت عارف ان انت هتجيب الاريا. تاني حاجه هيبقى القانون اصلا عباره عن يعني كيو ايكوال اي في تي، فهيديك الاي هيديك الاي في الواي اكسس والتي في الاكس اكسس. طب ما القانون بيقول لي اضربهم في بعض، فطالما القانون بيقول لك اضربهم في بعض هجيب الاريا. طب لو القانون بيقول لك اقسمهم على بعض، يعني لو جاب لك العكس اهو، بص جاب لك العكس، قال لك ان الاي ايكوال كيو على تي، وجاب لك الكيو والتي، طب ما انا عايز اقسمهم على بعض، يبقى هات السلوب عشان السلوب هو اللي بيقسمهم على بعض. فهمت الفكره؟ يبقى نيوميريكال ابقى قابلني لو جات لك، بس بتاخد الارقام. ريليشن ممكن تيجي كتير، فوق يمين، يعني انت طول ما ماشي يمين ربنا يجعلنا من اهل اليمين، هي بتزودك، يبقى دي ريليشن حب. يبقى يا بيه حلو دايركت. امبرس لا، انت كل ما ماشي يمين عمال تقل، هي دي الامبرس. السلوب بجيبه امتى؟ اول ما اشوف السيتا. شفت السيتا افوس ايدك، عايزه تعمل تان، يعني هي نفسها تعمل تان، اعمل لها اول ما تشوفها في الجراف اعمل لها تان. تمام. هقول لك ايه تاني؟ الواي على الاكس عايز تقسمهم سلوب برضه، تمام؟ تضرب اتنين في بعض. الكلام ده هتعرف قيمته لما نخش، لما نيجي نحل اسئله. الكلام ده بجد هيفهمك قيمه الكلام ده. لو عايز تحل، يعني عايز تحل سؤال تعال، يعني اهو هالف لك سؤال حالا بس كده يا باشا. انا مهندس ما عطلش في حاجه. اهو ادي جراف، هديك الثيتا واقول لك ان دي ب5 ودي ب2 ودي تبا الموضوع ده الفي ودي التايم. ايه هات لي، لا خلي دي الديستنس ما طلعتش مهندس قوي يعني. هات لي الفيلوسيتي وهات لي الثيتا. بس هقول لك ايه، انت عايز الفيلوسيتي اللي هي الدي على التايم، كده هنقول الرولز كلها بعدين. هتعمل ايه؟ مش هي الدي على التايم، قلت لك ايه؟ انت تعرف تجيب من الجراف ده السلوب او في على تي، انت تعرف تجيب منه ايه؟ انت عايز تجيب الدي على التايم، عايز تجيب الفيلوسيتي، باينه قوي ان الفيلوسيتي هو دي على تايم، فانت عايز تجيب ايه؟ تقسمهم. طالما عايز تقسمهم يبقى انت عايز تجيب السلوب. روح يا باشا هات السلوب. مروان قال لي اول ما تشوف الثيتا اعمل لها تان ثيتا. طب انا معيش التان هنقعد نعقب بقى، فاهم؟ معكش التان، اتصرف. طب ما انا قلت لك ان السلوب برضو ممكن يتجمع الواي على الاكس، وقلت لك ان هي في الاصل دلتا واي على دلتا اكس، بس قلت لك معلومه كده، هو دايما بيعدي في الزيرو. ليه؟ انت في الفيزيكس عندك منهجك كده مفيش غير جرافين اللي ما بيعدوش في الزيرو، هقولهم لك اكسبشن، بس اول ما تشوفه بيعدي على الزيرو خد ايدك وشه ده، هتعمل ايه؟ بام خلاص يا بيه جبتها. يبقى انت كده جبت السلوب، يبقى الفيلوسيتي ب 5/2. طبعا انت هتبقى بتعمل الكلام ده بسرعه، هو هتعمله بالراحه زي انا بشرح. طب والثيتا انا عايز اجيب الثيتا دلوقتي، طب هو مش السلوب ايكوال تاني الثيتا اللي هو ايكوال اللي احنا جبناه؟ روح عوض هناك بقى، مش احنا قلنا اول ما تشوف اعمل لها تاني، هو جابها لك بالشقلوب بس. طب انا مش هعرف اجيب الثيتا، انا معايا تاني الثيتا. ما تقولش المعلومه دي تاني ما تقولهاش تاني يعني. بس انت طالما معاك تاني الحاجه تعرف تجيبها. عارف لما واحده بتعمل تم من اشعه المهم هتعمل ايه؟ تعمل تاشيره المهم هتعمل ايه؟ شيفت تان ل 5/2 مكسر. اروح اجيب الكالكوليتور الصراحه، شيفت تان 5/2 هتطلع لك بس
ممكن اجيب لك فكره تانية على الاريا بس مش محتاجه. هتعمل ايه؟ هتجيب الاريا برضه. يبقى امتى بجيب السلوب؟ لما ببقى عايز اقسم. امتى بجيب الاريا او الاريا عموما بجيبها امتى؟ لما ببقى عايز اضربهم يعني. انت مستنيني اقول حاجه مهمه؟ ما انا قلت خلاص. بس اخر حاجه والحاجه المهمه في الحصه التاسيسيه دي برضه هي فكره الريليشن. احنا قلنا الريليشن في الجراف. طب هو لو جايبها لي نيوميريكال ازاي اعرف الريليشن بينهم؟ والله الموضوع بسيط. في دايما علامه تساوي هنا صح؟ اي رقم انت عارف ان انت ينفع تكتبه فراكشن. لو عندك 3 ينفع 3 على 1، لو عندك 4 ينفع 4 على 1، لو عندك 6 ممكن اصلا تكتبها 12 على 2. كل ده متاح، انت عندك كل حاجه صح ولا لا؟ بس فكل اللي انت هتعمله ايه؟ هنقول ان انت عندك بيقول لك ان اكس ايكوال واي. ما تسيبهاش كده. هو اصلا اصلهم اوفر 1 صح ولا لا؟ اصلهم اوفر 1. الاثنين فوق الله يعلوا بعض، مش الاثنين فوق يعلوا بعض يا بيه، هم كده بيحبوا بعض. يبقى لما ده يزيد ده يزيد. طب اقول لك على حاجه كده، لو الاثنين تحت اكيد، لو الاثنين تحت ده يعلي يبقوا عكس بعض. ده لما عكس بعض اكيد جاموسه طول عمرك جاموسه. يعني اقول لك ايه؟ انا عارف ان انت مش هتتقبل مني الغلط بس بص يعني لا، الاثنين تحت يبقى لما ده يزيد ده هيزيد برضه، لان هم اصلهم ان هم كانوا متشقلبين، ما دي شقلوبه دي. يبقى لو الاثنين فوق او الاثنين تحت يبقى بيحبوا بعض طالما هم نفس الحاجه. يعني الاثنين فوق، يعني هقول حاجه عنصريه وطبقيه جدا انا مش مقتنع بيها بقى، او مقتنع يعني مش مهم، مش هنخش في اقتراعاتي، بس الغني بياخد غني، فقير بياخد فقير، فغني وغني يعلوا بعض، فقير وفقير يعلوا بعض. فلو الاثنين فوق حلو، لو الاثنين تحت حلو. المشكله عندي بتظهر امتى؟ واحد فوق وواحد تحت، ساعتها هي دي اللي اسمها ايه؟ الانفرس، اللي هي تبقى ماشي يمين تحت، اللي شكلها عامل كده. في الاغلب بيبقى شكلها عامل كده. الشكل ده بيظهر مره واحده في المنهج عن علامه الماينس، مش هيظهر كتير ما تقلقش منه. تمام؟ الشكل اللي هو اللي فوق ده بيبقى جراف عامل كده او عامل كده. هنتكلم بقى على تفاصيله دي في المنهج. عامل اي شكل يا عم، عامل زجزاج بس بكل بساطه. فكره الريليشن دي مهمه، عايزك تبقى فاهمها. هقول لك على حاجه كمان. لو عندنا بقى ريليشن، يعني احنا عرفنا امتى بيحبوا بعض وامتى بيكرهوا بعض صح؟ اكس يا لهوي هو ليه بيعمل كده؟ حاسس ان انا بتك على القلم. بس اكس ايكوال واي، ساعتها هعمل ايه؟ هعمل ريليشن، علاقه. عارف تقدر تعمل علاقه ازاي؟ او مش شرط ايكوال واي، دايركت مع واي، خليها كده. عارف تقدر تعمل علاقه ازاي؟ مش هما بيحبوا بعض يا عم بقى، ده انت جاموس. مش هما بيحبوا بعض يبقى 1 على 2 ايكوال 1 على 2. يا باشا انت هتعمل ريليشن، كل اللي انت هتعمله ايه؟ 1 على 2 1 على 2 اكس اكس واي واي. ليه؟ مش هما بيحبوا بعض، 1 على 2 1 على 2 ما فيهاش اي حاجه. تظهر امتى بقى المشكله؟ اما بيبقوا بيكرهوا بعض، اللي هما واحد فوق وواحد تحت. خليك عارفها دايما، يعني لو واحد فوق وواحد تحت تبقى ايه؟ واي 1 على واي 2 ايكوال اكس 2 على اكس 1. المعلومه دي مهمه، هنحل بيها اسئله كتيره، عايزك تبقى عارفها عشان احنا هنحل حاجات كتيره بالريليشن. بس هي دي الفكره كلها. كده يعتبر قلت لك كل حاجه. غالبا هتلاقي الصفحه اللي بعدها هي الثانك يو غالبا. بس عايز اقول لك انا عارف ان السنه بتخوف، عارف انك ممكن تبقى اتخضيت، بس صدقني انت شايف حاجه صعبه حرفيا. ده اللي هنقعد نتكلم فيه طول السنه، هنقعد نعيد على الكلام ده، هنقعد نقوله تاني، هنقعد نحل بيه تاني، هحل معاك كل انواع الاسئله، هعمل معاك كل حاجه. هي دي الفكره. انا مش عايز اخليك زيي، انا عايز اخليك احسن. انا عايز اديك الحاجات اللي في دماغي وانت تعلي عليها. انت ممكن تبقى احسن مني عادي. انت فكرك يعني ان انا كنت عارف ان انا هبقى اوائل؟ فكرك ان انا كنت عارف انا بعمل ايه؟ ما كنتش عارف اي حاجه. انا هقول لك انا عملت ايه، انا هقول لك كل حاجه انا عملتها، هقول لك ازاي تحل بسرعه، ازاي فكرت في كل سؤال في الامتحان. السنه اللي فاتت عملت كده مع الناس، لقيتهم كلهم يعني طالبين كده. انا بس لولا يعني من هنا عايزك تدعي لجدي والله. يعني انا السنه اللي فاتت في شهر 11 جدي توفى، فالموضوع ده كان صعب جدا، لان هو كان يعني من اغلى الناس على قلبي، هو اكتر واحد فرح لي في وقت ثانويه عامه. فالمهم انا لولا الموضوع ده كنت كملت. انا ناس كتيره كان عاجبها الموضوع جدا ورجعت في الاخر وعملت الموضوع. يا ابني خد دماغي، انا عايزك تاخد دماغي تحل بيها، عايزك تفكر زيي، تشوف السؤال زي ما انا بشوفه. صدقني لو عملت كده وعلي عليا اقول لك على حاجه، ابتكر طرق عني يا ابني. مش شرط ان انا بقول لك كل الطرق، يعني مش شرط ان انا كل الطرق اللي بقولها هي دي لازم تحل بيها، بس انا هقول لك الطرق اللي علمتني، هقول لك كل حاجه. ابتكر، زود يا ابني. انت اللي موجود، انت اللي طالع، فزود عليا يا باشا.
ده اللي هيخليك تحل، ده اللي هيخليك احسن. مش عايزك تخاف، مش عايزك تتوتر، صدقني هتعدي زي اي سنه طويله رخمه بس انت قدها. انت هتبقى راجل وقدها، او انت هتبقي ست وقدها. انت ست ب 100 راجل عشان النسويين وكده يعني بس فصدقني انت هتبقى قدها. بعد كده هبقى اجي لكم بتيشيرت برنتد على الظهر عشان لما الف تشوفوا التدريجه والظهر يعني الاثنين بس صدقني انت قدها، هتعرف تعمل كل حاجه، تقدر تدوس، تقدر تعمل. انا ما كنتش عارف ان انا اقدر وقدرت، انت ما تعرفش ان انت تقدر وتقدر. ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يقنعك ان انت ما تعرفش تعمل اي حاجه. كل واحد بجد، كل واحد بيحاول يعني يقنعك ان انت مش هتعرف توصل، او بيقنعك ان قصتك لازم تمشي ازاي، لازم هتفشل او لازم تعمل كده. بس انت اللي هتعمل اللي انت عايزه، انت اللي هتحدد، يا تسيبهم ياثروا عليك يا تدوس. انا برضو كانوا بيأثروا عليا بس انا دوست. في اخر السنه كلهم بقوا بيبصوا لي. فدي نصيحتي ليك، جرب، حاول، عافر. اللي عايز اقوله لك ان انا هبقى معاكم طول السنه ان شاء الله، سواء كان شرح على يوتيوب او منصه. انا كده كده هشرح السنه دي لان دي الحاجه اللي انا بحبها، دي الحاجه اللي انا بحب اعملها. انا بحب ابتكر لك طرق، كل الحاجات دي انا اللي مالفها. انا عايز اوريك طرق، انا عايز اعمل لك طرق جديده، عايز اعمل لك كل حاجه، عايز اساعدك على قد ما اقدر. هو ده اللي انا هعمله لك، هخليك احسن نسخه من نفسك، سواء كان نفسيا، سواء كان كل حاجه. حاجه كمان، مش يعني كده كده هيبقى في تيم دعم والكلام ده. مش هقدر اخد ناس كتيره زي ما انت عارف يعني، هاخد اعداد على حسب التيم الدعم اللي يقدر يستحملها، وبعدها ممكن افتح تاني. فيعني خليك عارف الموضوع ده يعني، معلش لو ما كانش في مكان، بس يعني حاول تقدم بسرعه لان فعلا انا هاخد اعداد على قد اللي انا اقدر استوعبه. كده كده هينزل حاجات كتير على اليوتيوب طول السنه، هحاول اشرح لكم كل حاجه، هبسط لكم معلومه، هقول لكم كل حاجه في دماغي، هعلمكم كل حاجه. بس دي اهم حاجه.